الصورة دي قلبت الدنيا كلها. عارفين ليه؟ عشان في واحد فتح شباك بيته، هو ساكن في الرحاب، فلقى واحد من بتوع طلبات قاعد في الجنينة قاعد بياكل وقت المغرب. ركزوا بقى. فراح مصور الصورة من الشباك بتاع بيته وراح منزله على جروب العمارة. الجروب ده بيبقى برايفت، يعني بيبقى السكان بتوع العمارة بس هما اللي بيقروا الرسائل بتاعته، هو مش منزله بابليك، مش للناس كلها يعني قصدي. المهم انه الصورة دي حد خدها من الجروب الخاص وراح منزلها. قالك ايه بقى؟ قالك الراجل بيقول انا دافع ملايين عشان افتح الشباك بتاع بيتي اشوف المنظر ده. فانا حاولت ابص على المنظر، ايه المهين فيه؟ مش عارفه. ايه العيب فيه؟ برضو مش عارفه. ايه الغلط فيه؟ برضو مش عارفه. فالراجل بتاع الدليفري لما لقى ان صورته انتشرت جامد جدا، بدأ انه هو يتكلم وقال يا جماعه انا كنت بوصل اوردر في المكان ده في العماره اللي صاحبها صور لي الصوره من الشباك بتاعها، كنت بوصل الاوردر وكنت صايم. فلما المغرب اذن عليا قعدت فرشت في الجنينه وقعدت اقصر صيامي، لاني ما معيش حق مطعم اقعد فيه ولا معايا حق اي مكان اقعد فيه. انا بشتغل بشقى عشان ربنا عالم بظروفي ايه، وانا خريج تربيه رياضيه جامعه الاسكندريه. يعني هو مش جاهل، يعني هو مش عواطلي، يعني هو مش اي حاجه، ده راجل متعلم. المهم راجل جامعي كمان. المهم ان هو قال انا بعد ما خلصت رحت لامم كل الحاجه اللي معايا وحطيتها في كيس ورحت رميها في الباسكت، وبعد كده رحت صليت وكملت شغلي عادي جدا. اتفاجئت ان الصوره بتاعتي منتشره جدا، فانا غلطت في ايه؟ انا مش عارف. فانا عايزه اقول هنا حاجه، انت راجل، انت محترم، انت ابن ناس واهلك صارفين عليك والله. وابن ناس هنا مش قصدي مين اللي معاه فلوس، لا، انا قصدي ان انت عفيف النفس. يا جماعه بطلوا تاخدوا يعني بالمظاهر. انت يلي صورت الصوره حتى لو انت مولود في بقك معلقه ذهب، ده مش يعني ده قدرك في الدنيا، ربنا اللي عمل فيك كده وربنا اللي خلاه هو كده. هو شقيان وهو بيتعب وهو صايم وهو تعبان، فحضرتك انتقدته عشان بس قعد في الجنينه يرتاح 5 دقايق ويكسر صيامه، وقلت المنظر مش طبيعي ان انت تشوفه وان انت دافع ملايين. مين اللي خلاك تدفع ملايين؟ ربنا. مين اللي خلاك في المكانه دي؟ ربنا. انت مش احسن منه، انت مش احسن منه عشان تصوره صوره وتعمل كده. انت مش احسن منه خالص. مفيش حد فينا احسن من حد، مفيش حد فينا اختار حياته تبقى ماشيه عامله ازاي. ربنا هو اللي حط كل واحد فينا في المكان اللي هو فيه. هو راجل ما اتكلش ان هو ما يبقى عواطلي، هو ما قالش الشغل عيب، هو عمل كل اللي عليه عشان هو راجل بمعنى الكلمه. هو راجل عفيف النفس زي ما قلت، اشتغل وتعب وشقي وبيمشي، وربنا بقى بيقدره وربنا بيرزقه. والله هو غني فقير دي بتاعت ربنا، وده رزقه من ربنا سبحانه وتعالى. فانت تهينه عشان هو قاعد في الجنينه، ده عيب قوي. عيب 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 بجد، حرام. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وربنا في ثانيه قادر ان هو يشقلب الحال والله العظيم ويبدل الحال. اوعى تكون فرحان ان انت عندك وعندك وعندك وعندك، كل حاجه بتضيع في لمح البصر. دامت لمين عشان تدوم لك؟ ما دامتش. ولو انت صحيت في يوم لقيت عندك نعم تشكر ربنا، عشان انت مش عارف ان النعم دي هتكمل معاك ولا هتزول. فاوعى تتكبر بالنعم اللي ربنا اداها لك على حد وتحس ان الناس ان انت قليل عشان اداني ربنا نعمه وانت لا. لا، ده يمكن ربنا حطك في اختبار ودرس، اداك النعم دي عشان يشوف انت تتعامل مع الناس ازاي، يشوف تستاهل ولا لا. فارحموا الناس، كل واحد فيه اللي مكفيه. انا فرحانه بيه جدا ان هو بيشتغل، وان هو ما قالش مثلا انا ما بشتغلش بشهادتي وقعد عواطلي على القهوه، لا هو ما عملش كده، هو اشتغل وتعب. فبجد يعني الف شكر ليك، وربنا معاك وربنا يوفقك وربنا يكرمك في حياتك، وان شاء الله ان شاء الله يكون نصيبك احسن واحسن.